السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام يا ابو تامر. عملت ايه يا محمد؟ خلاص يا ابو تامر، كل حاجة زي الفل. احدد مع امي ميعاد بس وتيجي تقابلها. عايزين الموضوع يخلص في اقرب وقت يا محمد، احنا طولنا قوي في الموضوع ده. حاضر يا ابو تامر، النهاردة ان شاء الله هاخد منها ميعاد واظبط لك معاها واخليك تيجي تقابلها. ان شاء الله يا محمد. عملت ايه مع اخوك اللي اسمه احمد؟ مفيش يا ابو تامر، رحت رنيته على هو ومراته وعياله وعرفتهم ان الله حق. امال ايه، وانا اسيب حقي ولا ايه؟ جدع يا محمد. كويس يا محمد اللي انت قطمت بقه بالكلام بدل ما الكلام يكتر عليك اكتر واكتر. جدع يا محمد. امال ايه يا ابو تامر، ما انت تفكرني بهزر ولا ايه؟ ماشي يا محمد. محمد عاوزين نخلص من الموضوع ده ان شاء الله النهارده بعد برنامج رامز جلال. هاجي لك برضه عشان اشوفك عملت ايه. ان شاء الله يا ابو تامر، في انتظارك. سلام يا محمد. مع ألف سلامة يا أبو تامر. أما أروح أنا بقى أحاول أقنع أمي عشان نخلص من الموضوع ده، عشان ألحق أخد القهوة بتاع سوسته قبل ما يسافر، قبل ما الفرصة تضيع مني. يا رب يا أمي تخلصينا من الموضوع ده النهاردة. السلام عليكم يا أمي. عليكم السلام يا محمد. يا أمي، يا أمي قلت إيه في الموضوع اللي أنا قلت لك عليه؟ يلا عاوزين ننجز وقت. حاضر يا محمد. بس يا ترى بقى شفت مين اللي هياخد الارض ولا لسه هتدور لها على زبون؟ موجود يا أمي وكل حاجة تمام، وهو اللي فتح معايا الموضوع ده كمان. مين ده يا محمد؟ أبو تامر يا أمي، أبو تامر صاحب أبويا. آه. الراجل ده ما بسترحلوش يا محمد، قلت لك كذا مرة. يا أمي الراجل فتحني في الموضوع كذا مرة، وبعدين الراجل متمسك بالأرض، وبعدين الراجل أنا أعرف نتفاهم معاه غير الغريب يعني. اللي انت شايفه يا ولدي. بس يا ولد انا عاوزاك في حديد تاني. مراتك يا ولدي بكلمها وبفهمها. خلاص ما بقاش في حاجة اسمها نورة في البيت. تخلي بالها بقى من البيت وتبطل لها قعد قدام الباب برا. وتخلي بالها بقى من بيتها شوية. ما فيش فايدة. برضو اللي في دماغها في دماغها. أنا قلت لك يا أمي، دي أنا أتجوز عليها وأريحها وأجيب اتنين في البيت، والاتنين يغيظوا بعض، ومرة تغيظ مرة، الاتنين يشتغلوا زي الفل. شكلي يا واد اعملها معاك يا واد واخليك اجوزك تاني. عشان البت دي شكلها مش هتجيبها البر. وفعلا الاتنين يجوا يغيظوا بعض. ماشي يا محمد. نخلص من موضوع الارض ده واعملها معاك ان شاء الله. ماشي يا أمي، ده أنت هتبقى مدلعاني خالص. هتجيبيلي القهوة بتاع سوس تاخدها، وكمان هتجوزيني تاني. ده أنا مش هيبقى في حد زي في البلد والله، هبقى أسعد واحد في الدنيا. عشان تعرف ان امك بتحبك يا محمد. اما انت تفكر ايه يا واد؟ انت لسه شفت حاجة؟ ده لسه اللي جاي كمان. كمان ده أنا مش هقدر على كده خالص يا أمي. دلعيني يا أمي دلعيني. انت لسه شفت حاجة يا واد؟ ده انا هدلعك يا واد. اخلي الناس كلها تقول لك المعلم جه المعلم راح. ده انت ابني الوحيد. اما انت تفكر ايه؟ وبعدين اخلي الناس كلها في البلد تخاف منك. يبقى قاعدين في الشارع اول ما يشوفوك داخل من اول الشارع يقوموا يجروا ويخشوا جوه البيوت. هجيب لك بيدي جارد كمان. اوعى تفكر امك هتسيبك في اقل حاجة يا محمد. بس تسمع كلامها. كل حاجة انا اللي هخططها لك. خطط يا أمي وأنا هنفذ يا أمي، ويا خليفتك اديني بالجزمة اللي في رجلك. حاضر يا محمد. ماشي يا محمد. يلا ان شاء الله النهارده نقعد بعد الفطار نشوف هنعمل ايه. إن شاء الله يا أمي، عشان أبو تامر ده هيجيلي بعد الفطار يستنى مني الرد النهائي. ان شاء الله يا محمد. بس زي ما بقول لك كده اورس على البت دي شويه. عشان انا مستحمل عشانك. وخلاص. لو جبت اخر انت عارف ممكن اعمل فيها ايه. متقلقيش من الموضوع ده، موضوع التليفون ده انسيه خلاص، هدغدغه لها. ما تتفكر هسيبه لها ولا ايه؟ ماشي يا أمي، اللي انت شايفاه يا أمي. روح يا ابني. ربنا يخليك كده تسمع كلامه وهادي. والنبي يا أمي ما تنسيش دعوة حلوة بقى اللي أنا أبقى المعلم، وإن شاء الله القهوة تشتغل بتاع سوسته معايا، ما تنسيش والنبي. يا ابن الفلحه. روح. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. ابني الوحيد ولازم انفذ له كل حاجة. اعمل ايه طيب يا رب؟ يا رب. انفخ في صورته كده وخليه فالح زي ابن الفلحة اللي كان معانا. مالك يا احمد قاعد هنا لوحدك ليه؟ مفيش يا نورة، الموضوع كل يوم يسوء يوم عن يوم، مبقتش عارف حاجة. وهو أبو تامر ده عمال كل يوم يقول لي الراجل ما بيردش، قريبي معرفش عنده مشاكل، ومش عارف الدنيا هيبقى فيها ايه. ان شاء الله يا احمد اكيد ربنا مش هيسيبنا في اللي احنا فيه. واكيد هياخد بايدينا من المشكلة اللي احنا فيها دي. ربنا ما بيسيبش حد. وبعدين يا احمد سيب املك على الله يعني. هنعمل ايه طيب؟ المشكلة يا نورة اللي أنا بقيت قاعد من غير شغل، ما بقاش عندي شغل. وصاحبتك نوال برضو كتر خيرها، بقالها 4 أيام شايلانة، ما كانش ليها دعوة بالموضوع أساسا، فكتر خيرها.
وبعدين انت عارفة اللي ظروفها على قدها، عايشة على المعاش بتاع جوزها. طب وبعدين يعني هنعمل ايه؟ هنفضل عايشين كده عندها؟ برضه لازم نشوف حل في الموضوع ده. دي عندك حق، نوال ظروفها وحشة، بس هي إنسانة جدعة وعملت جميل أنا عمري ما هنسهولها طول حياتي. وبعدين يا أحمد، الإنسان الجدع بيبان عليه. برضه احنا لازم نشوف حل زي ما انت بتقول، بس اللي في ايدنا بنعمله. هنعمل ايه تاني؟ مش عارف والله يا نورة، مش عارف. انا النهاردة هوضع حل مع ابو تامر ده، اشوف ايه حكايته بقى الراجل ده بالظبط. ما كانش كده يا أحمد؟ ناخد بعضينا ونمشي من البلد وننزل نقعد في القاهرة، وبالمرة كمان تدور على أمك. هدور عليها فين يا نورة؟ وانا اعرف لها بيت ولا اعرف لها علوان ولا اعرف عنها اي حاجة؟ ليه كده يا ابويا؟ طب ما كنت قلتني قبل ما تموت، ليه تسيبني عايش متعذب كده يا ربي؟ أبوك كان يفكر إن الست دي هتبقى حنين عليك، معرفش اللي فيها، بس أهو أدي الله وادي حكمته. هتعمل ايه يعني يا أحمد؟ انا هنا ايه؟ ده وريتني العذاب كله في الدنيا، مش انا لوحدي بس، انت والعيال. ده منها لله والله، ربنا يسامحها. عادي يا أحمد، خلي قلبك كبير. وبعدين يعني، هو أنت يعني يا أحمد أول ظروف دي تمر عليك؟ ياما مرت عليك ظروف يعني. عادي، قوم يلا بينا نروح عشان نروح نشوف العيال، عشان نوال زمانها محضرنا الأكل. والله نوال دي بمية راجل، انا ما عارف اعمل لها ايه في جمايل اللي بتعملها معانا. فعلا ست بمية راجل يا ربي. سيبها على الله يا أحمد، إن شاء الله ربنا أكيد عاوز لنا الخير. ونعم بالله يا نورة. ماشي، يا رب اكرمها وارزقها يا رب. السلام عليكم يا عم فرج. عليكم السلام يا أحمد. خد يا أحمد، أنا عاوزك يا أحمد، أنا كنت بدور عليك. يا عم فرج في ايه؟ أنا كنت بدور عليك يا ابني، عاوزك في موضوع ضروري. بقولك، أنا عارف الموضوع اللي حاصل ما بينك وبين أخوك، وكنت قاعد على القهوة وسمعته وهو بيتكلم مع الناس وبيقول اللي أنت مش أخوه. فعرفت كده اللي السر خلاص بظهر على حقيقته، وكده الدنيا كلها عرفت اللي أنت مش أخوه من أمه، أنت أخوه من أبوه. وأنت عارف اللي أبوك كان ساعات بيقعد معايا، بس ما كانش بيقعد معايا كتير، وده كان بسبب السر ده يا حبيبي، وأنا عاوز أقعد معاك. سبب السر ده هو في ايه بالظبط يا عم فرج؟ يا حبيبي، اللي انا اعرف مكان امك واعرف كل حاجة واعرف الموضوع كله. بجد والله يا عم فرج؟ ايوه بجد والله يا حبيبي. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. شفت يا نورة، ربنا بدأ يفرج اهو. مش قلت لك يا احمد سيب على الله؟ هي فين امي يا عم فرج؟ ابوك الله يرحمه خدني من ايدي زمان ووداني لغاية البيت، لكن معرفش اوصفهولك، فانا لازم انزل معاك عشان اوديك من ايدك لغاية البيت. بعدين يا احمد، اطمن قوي، امك ست غنية جامد وربنا هيكرمك. بس ابوك قال لي ما اقولكش الموضوع ده الا لما الحقيقة تبان، عشان كان شاكك في الولاية اللي ربتك ممكن في يوم من الايام تيجي عليك وتقسى عليك. فقال لي لو ده حصل والحقيقة بانت، امسك احمد وقول له الحقيقة وعرفه على الحقيقة ووديه لامه. بجد والله يا عم فرج؟ بجد والله يا احمد. وبعدين يا احمد، انت لو رجعت لامك وربنا كرمك هتشتري البلد باللي فيها. الولية امك ما كانش مخلفة الا انت، وزعلان عليك زعل تقيل. ابوك حكالي كل حاجة، فهي بتحبك، فهي مستنية في يوم من الايام اللي انت ترجع لها وشوف هتعمل معاك ايه. مش عاوزك تبقى حزين يا ابني، انا عاوزك دلوقتي ناخد بعضينا ونطلع على البيت عندي عشان نتكلم مع بعض واقول لك الحقيقة والموضوع كله. ماشي يا عم فرج، يلا بينا. يلا بينا يا احمد، يلا يا نورة تعالوا ورايا. ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ان شاء الله خير يا نورة، يا وش الخير انت. قلت لك يا احمد سيب على الله، ربنا ما برضاش بظلم حد. عندك حق يا نورة، ما انت كريم يا رب. ترى اللي اسمك احمد قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ انا ان شاء الله هحرش البلد كلها، محدش يشغلك في حاجة ولا يخلوك كده قاعد في البيت. كل اللي قابله اقول له اياك تشغله، فخليك قاعد كده لغاية ما تجيلي راكع وتبوس رجلي وتقول لي حقك عليا يا حاجة، وارجع مرمطك تاني. ان شاء الله ده هيحصل، وهتشوف يا احمد. ابن محمد هخليه صاحب اكبر قهوة في البلد، وانت يا احمد اشغلك معاه مرمطون. انت وعيالك اخليك تروحوا وتيجوا تحت رجله. اتقل عليا يا احمد، انت ونورة والست نوال، ما هسيبكم في حالكم، هدمركم. ماشي، انا مش هسيبكم في حالكم. يا ستي ستي انا حبيبي، علي ومصطفى مش هيجوا البيت تاني يا ستي. لا يا حبيبي مش هيجوا البيت تاني، وبعدين ده عيال وحشة، انت بتسأل عليهم ليه؟
اتصل عليهم يا ستي عشان دول ولاد عمي وانا بحبهم، فعاوزهم يبقوا موجودين عشان اقعد العب معاهم. هلعب مع مين دلوقتي؟ ده هما كان اي حد بيضربني كان هما بيضربهولي. ازاي يعني يا ستي؟ عاوزهم ليه؟ دول ولاد عمي حبايبي. بس ياد ما تقولش الكلام ده يا التاني ياد، يا انا اللي اضربك ياد. دول مش حبايبك، دول عدوينك. اياك تقول حبايبي دي تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا ستي، عمرهم ما ضربوني، على طول كانوا بيقفوا جنبي. انت يا ستي في ايه يا ستي؟ انت اللي مشيتيهم صح كده؟ انا اللي مشيتهم يا اتكلمت هضربك، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه يا حاجة، مالك بتزعل الواد ليه؟ زعل الواد يا فلحة عشان بيسأل على الواد علي ومصطفى. فهمت بزعله ليه؟ ماشي يا حاجة، دول ولاد عمه بيسأل عليهم عادي يعني، فيها ايه الموضوع يعني؟ هتضربيه يعني ولا تموتيه؟ انت كمان يا فلحة تقولوا لي ولاد عمه؟ مفيش منه الكلام ده، فاهمة ولا مش فاهمة انت وابنك؟ فاهمة ايه يا حاجة؟ ده الأصول، هنقول غير الأصول يعني؟ دول ولاد عم بعض، مع أبوه، أخو أبوه، من شرط من الأم، ده من الأب. ولا أنت تنكر حاجة زي دي كمان؟ يا اختي هنقول غير الاصول يا اختي، من هنا ورايح تحط الجحودية في قلب عيالك من ناحية ولاد احمد، فاهمة ولا مش فاهمة؟ اديني قلت لك، ولا تقولي لي بقى ده ولاد عم ولا ولاد خال. اديني قلت لك، فاهمة؟ فاهمة يا حاجة، بس أنت واخدة الموضوع بصعوبة، واخدة الموضوع بوحاشة. الموضوع غير كده خالص يا حاجة، دول ولاد عم بعض، بالطول والعرض ولاد عم بعض، دمهم دم واحد. أنا أعمل لهم إيه يعني؟ واحد بيسأل على ولاد عمه أقول له ما تسألش؟ ايوه يا اختي قولي له ما يسألش ومالوش دعوة، ويحط جواه الجحودية. قولي له ده كانوا بيضربوك، قولي له اي حاجة، فاهميه كده، خليه يبقى كارههم. عليهم ازاي يا حاجة؟ اما هما كان قلبهم على قلب بعض وحنينين على بعض. احط الكروية دي ازاي؟ قولي لي انت، عيال صغيرة، احط ما بينهم الكروية ازاي يا ربي؟ هو ايه الحياة بقت بالعكس؟ ايوه الحياة بالعكس. لو اتكلمت كلمة تاني والله يوم علمك الأدب، وعلمك إن كلامي هو اللي بيتنفذ، فاهمة ولا مش فاهمة؟ وانت يا اسمع كلام جدتك، تسمعش كلام أمك ولا أبوك. أنا اللي أقوله هو اللي يتنفذ، فاهم يا؟ فاهم يا ستي اللي انت عاوزاه؟ أيوة كده. يلا خد ابنك وامشي من قدامي دلوقتي، دماغي مصدعة. حاضر يا حاجة، يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، يلا نسيب ستك دلوقتي. ستي نعم، عاوزين. انا برضو بحب ولاد عمي وعمري ما هزعل منهم ويفضلوا حبايبي، اديني قلت لك. ها، خد ياد، خد ياد. بس يا حاجة هتعمل عقلك بعقل عيل؟ يا اختي يا وانت معلماهم زي ما انا بقول لك هيسمعوا الكلام، بدل ما انت واخدة لي اعداديه تفكري نفسك واخده الدبلوم. يلا غوري من وشي. انا تعبت والله. انا قلت للفالح ابني لازم نورث على الوليه دي تحت الموبايل دي، خلاص هتعلم لي العيال الحنية والغلابة. أنا عاوز العيال دول يطلعوا يبقى شرانيين، يبقى الحد جواهم، ما يتوش حد، يعرفوا إن مصلحتهم فوق الجميع، يعرف إن هما ما فيش غيرهم، ده اللي عاوزهم يعرفوه. أنا لازما أفهم الفالح اللي عامل لي فالح، ربنا يسترها وما يغرقنيش. انا ابو تامر، عامل ايه يا ابو تامر؟ الحمد لله يا معلم، السكينة في قلب الجاتوه يا معلم، وفاضل اللي انت تخرطها حتة حتة. الدنيا تمام والخطة مشيت تمام. شوف هتعمل ايه يا معلم عشان ننفذ الخطة النهاردة ان شاء الله. قالوا عاوز اسالهولك، الواد اللي اسمه محمد ده بيعرف يقرا؟ بيقرا يا معلم؟ ده بياكل في صوابعه بس. طب قولوا لي الحاجه دي بتعرف تقرا؟ تعرف تقرا يا معلم؟ ده مراش الا الغل والحقد بس في الناس، دولية ربنا يولع فيها والله. تمام تمام، يعني الخطه كده تبقى ماشيه مظبوط. بقول لك، متاكد ان مفيش حد فيهم بيعرف يقرا خالص؟ ما فيش حد، ما فيش الا مرات الواد اللي اسمه محمد ده معاه اعدادية، هي اللي بتعرف تقرا بس. دي بقى لازم نشوف لها حل، لازم ما تبقاش قاعده واحنا بنكتب العقود، فاهم يا ابو تامر؟ طب ليه يا معلم؟ فهمني ايه الحكاية بالظبط، انا بقيت خلاص، بقيت غرقان في المية ومش عارف اطلع يمين ولا شمال. عم الغواص، افهم، البت دي لو قاعدة هتقرا العقود وتعرف اللي دي عقود بيع مش عقود ايجار. قال تقول لي اللي انت ناصح ناصح وطلعت مش ناصح خالص. ايه عقود بيع مش ايجار؟ يعني انت يا معلم هتخليهم يمضوا على بيع وشراء مش ايجار؟ ايوه يا فالح، والبيع والشراء ده يبقى ليك انت، الارض تبقى ليك انت، ده نصيبك. شفت بقى المفاجأة اللي انا كنت محضرها لك؟ بجد والله يا معلم؟ بجد؟ يا حبيبي،
وبعد كده في عقد تاني هيتمضي في وسط العقود أكنه بتاع الأرض، بس العقد ده لي أنا، عقد البيت. مش فاهم يا معلم، احنا هنمضيهم كام عقد؟ مضيهم 3 عقود: عقد الأرض، عقد البيت، عقد عدم تعرض لينا. جد والله يا معلم؟ اه والله يا أبو تامر، شفت؟ هخليك في يوم من الأيام صاحب أرض. ده انا الفرحة مش سايعاني. اللي انت عاوزه كله يا معلم، قول لي اعمل ايه. عايزك تروح للواد اللي اسمه محمد دلوقتي وتقعد تتوم فيه، اللي هو وأمه اللي يكونوا موجودين، ميكونش مراته موجودة. قول له عشان محدش يعرف حاجة، وشككوا في مراته اللي ليها اختلاط بأحمد ومراته، وبتحكي لهم على كل حاجة. فاهم ولا مش فاهم؟ يا معلم، وهيتنفذ دلوقتي. وده اللي أنا عاوزه، يلا روح. حاضر يا معلم، اللي انت تؤمر بيه. أبو تامر، ده أنت ما سلمتش عليا يا راجل. معلش يا معلم، الفرحة مش سايعاني. سلام عليكم. انزل من على حوض الزراعة أبو تامر، الراجل خلاص بالفرحة هيتجنن. يا نهار اسود، ابا صاحب ارض، ابا صاحب ارض.